اخواتي وصحابي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض فته. ما سلقناش اللحمه او ما حمرناش اللحمه، عملناها بطريقه مختلفه. بصوا اصلا شكلها عامل ازاي، حلو قوي. كل سنه وانتم طيبين. تعالوا نشوف الطريقه ازاي. متنسوش تعملوا متابعه، اكسبلور، وفعل الجرس عشان كل جديد يوصلكم. بحبكم قوي، يا رب تعجبكم. انا مش اللحمه مش مستويه، اللحمه دايبه. بصوا عامله ازاي، ولا مسلوقه ولا محمره. مندي، لحمه مندي. طريقه حلوه قوي وسهله. يلا بينا نشوف. اخواتي النهارده هنعمل مع بعض فته. معانا لحمه، ومعانا حتتين 3 حتت سمين كده واللي هي العروق، ومعانا بصل، زبده، طماطم. هتقولي لي البصل ليه علاقه بايه؟ احنا اول حاجه مش هنسلق اللحمه، تمام؟ ما تيجي نشوف. بصوا يا جماعه، فضلنا نشوح فيها لحد ما الدهون اللي فيها نزلت اهي. هننزل عليها باللحمه. بصوا بقى، حته اللحمه ولا سمينه ولا ملبسه. بصوا الجمال. هنفضل برضو نشوح فيها لحد ما نقفل المسام كلها بتاعتها، وننزل عليها بربع معلقه سكر واحنا بنشوحها عشان تستوي معانا وتبقى دايبه. بصوا يا اخواتي، اصلا كده ممكن اصلا ما نحطلهاش ميه، بس احنا عشان عايزين شويه شوربه ننزل بالميه كده. ميه مغليه طبعا. حطينا الزبده كده، بعد كده بنرمي فيها العيش بالطريقه دي. نقلبه يشرب من الزبده ونسيبه ايه يتحمص. بصوا اخواتي، حمصنا العيش، نزلنا عليه بالصلصه عشان ما يطراش، حمرناه بالزبده، وعملنا ايه رز ابيض. احلى فته، كل سنه وانتم طيبين. عملنا اللحمه ولا منها محمره ولا منها مسلوقه، عملناها مندي. جربوا الطريقه دي. ناس كتير قوي بتحب الفته بس ما بتحبش تاكل لحمه مسلوقه.